أنت لست عقرب، ولا حمل، ولا ثور، ولا جدي، ولا حوت، ولست أسد، ولا علاقة لك بالجوزاء، معيب ومخجل، ومؤسف لنا ونحن مسلمون، أن نترك كلام الله العظيم، ثم نتجه لخرافات الأبراج، والمنجمين، والدجالين. لا الشرع، ولا العلم، ولا المنطق، يؤكدون أن موعد ولادتك له أي علاقة بتحديد مجريات أمور حياتك ومستقبلك. هذا شرك، ودجل، وجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. فلنتق الله ونحذف فورا كل ما يشوش على عقيدتنا، فلا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. أحبتي، فقد أنشرها من باب بلغوا عني ولو آية.